يعني ايه سياسة القطيع؟ يعني الناس بتنجرف وراء أحلام، وراء حاجات مش حقيقية. الناس بتتكلم، والناس بتنشر حاجات ان والله السهم ده هيوصل، هيتضاعف مثلا مرة، مرتين، 3 مرات. وطبعا الكلام ده غير منطقي يعني. برضو سياسة القطيع يعني ان انت تبيع وقت ما الناس ما تبيع، تشتري وقت ما الناس ما بتشتري. في الحقيقة المفروض اللي يحصل العكس، يعني ان انت في وقت ما الناس عندها تفاؤل وعندها طموح، والناس كلها داخلة تشتري، والناس كلها بتقول والله ده